السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين المنظر القذر ده؟ انا حرفيا تعبانة يعني بصوا بموت. بس مش هينفع نسيب كل ده. انا كان السوق بقى امبارح، يعني احنا النهاردة الخميس، هو السوق عندها الاربع زي ما انتوا عارفين. فعملت الاكل بقى، وده مكان مواعين بقى مكان الاكل يعني وكده. والحاجات ديت كانت بايته من امبارح عشان ما قدرتش اعمل حاجه خالص. كنت تعبانه جدا جدا ونزلت السوق بالعافيه. ويا دوب رصيت الحاجات اللي انا جبتها في التلاجة، حتى ما اقدرش اعمل لكم فيديو زي كل مره. كنت اوصل لكم الحاجات اللي انا جبتها وكده، بس ما قدرتش. انا فضلت حاجه في الحاجات بتاعتها وشلتها على طول. السفند دي طعمه جميل جدا، نفتح واحده كده نتسلى. بص بقى. نفضي بقى كل حاجه كده على السريع سريع. الساعه دلوقتي 2:30 هي ولا 3 الا تلت. والحمد لله ما عملش اي حاجه في الشقه، ولسه قايمه من على السرير بالعافيه. يعني عارفين ايه بالعافيه؟ انتوا عارفين ان انا طبعا حامل في توأم وكده، ويعني هعتبر قدامي 20 يوم او 25 يوم بالكتير وهولد. تمام. حرفيا ضايعه. ووالدتي بقى واخواتي كله بعيد عني، يعني مسافه اصلا كبيره. فما فيش حد ان هو يجي يعمل لي حاجه او حد يبص حتى عليا. فانا لوحدي كده. تمام. بص هنا ده العيش الناشف اللي بيزيد مننا يعني وكده، فانا بحطه في الطبق البلاستيك دوت واجمعه وادخله في الشقه التانية. بنشفه وابيع او اخليه الطير او حاجه. تمام. اهو تلمي بقى العيش كله كده من على الرخامه، نخليها على جنب. والارنبيطه كده لميناها بقى، وايه ده الصرصور بتاع العيال، صنصال. لميناه في كيس ونوسع كده. بسم الله. يلا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى على حبيب قلبك يطيب. وحط لايك واشتراك في القناه. العيش دوت اللي هو الطري، انا لسه جايبه الصبح. وديت مكة الدار بتاعتها اللي هي زي الحضانة، يعني حاجة زي الحضانة كده، بس حفظ قرآن بقى وعلموك قراءة وكتابة وكده. ورحت جبت عيش وجيت شيل الطواجن دي بقى بالمرة كده. وننضف حاجتنا سريع سريع، عشان جوز النهاردة جاي على الساعة 5:30 6 بالكتير. وما عملتش حرفيا أكل خالص، ولا طبخت ولا عملت أي حاجة. تمام. يلا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى على حبيب قلبك يطيب. ونبتدي بسم الله. بص بقى، انا مش عارفه ابتدي منين اصلا ولا اعمل ايه. بس هو روتين سريع كده وجميل جدا، عشان انتوا معايا والله العظيم. شايفين مكة وطبعا رايحين جايين ورايا، انا مش عارفه. مش عارفه في ايه، جنوني زهقوني. رايحين جايين مكة. انا طلعت في كون ماما نفسها تصور فيديو معاك وكده. عايزه تعمل كيك او مولتن كيك او حاجه، ويتصور لكم هي فيديو. فلما نولد بقى وكده وفولي مكة، هخليها تعمل لكم فيديو زي ما عايزة تطلع لكم فيه. هنمسح بقى الرخامة كده. بسم الله. اللي من الحاجات بقى ايه، يعني فتافيت عيش حاجة صغننة كده عليها. نلمها. ومسحنا كويس. ونعيد بقى عليها كده ايه، مسح بقى لو في اي حاجة. تمام. اهوت. بسم الله الله أكبر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وأهل سيدنا محمد، كفى الصلاة على إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد. بص بقى. هنا المطبخ هو مش كتير، يعني أنا الحاجات ما هيش كتير، بس نوع عندي والله العظيم ما بتخلص. أنا زهقت منها فعلا. ولا يمكن عشان أنا تعبانة أصلا فمش قادرة. أنا هنا قطعت البطاطس والبصل والحاجات اللي هنعمل بس صينية الفراخ. تمام. وجهزتها. ما صورتش وانا بقطع يعني وبعمل حاجه. تمام. وهنا الفراخ اهو كنت حاطاها في ملح وليمون وخل وكده، ومقطعاها زي ما انتم شايفين اهو الليمون. وشوفوا الميه عملت ازاي. وشويه دقيق كمان بتظبط لكم الدنيا. احنا هنسيبها بقى شويه. وحطيت ميه على البصل والبطاطس عشان برضو ما يسننش ويعملوا ايه راح معايا. عبال بقى ما نخلص شويه المواعين دول كده. وحطيت شويه ملح برضو في البطاطس، ما خليش البصل ولا يسنن ولا البطاطس يحصل لها حاجه. كده كده بس في المية ما بيحصلهاش حاجة. هنطلع بقى حتة سلكة كده. ونشطب رشات المواعين دول على طول على طول كده في السريع بقى. ده طبعا حتى في الصابون، عشان كنت برضو وانا في السوق بملى ازاز الصابون فكان فايض شوية. فضيتهم في طبق، قلت عشان املى الازازة تاني بدل ما تيجي ايه يوم ولا التاني ولا اي خالص خالص، وما لازم ننزل بقى. وانا صراحة ما عادش قادرة انزل.
اخلص بقى ده وارجع لكم. اخلص بس كده عشان الفيديو ما يطولش عليكم. ايه رايكم بقى؟ خلصت اهوت. انا بعد ما بخلص بقى بكب كلور على الحته الغامقه دي، مش عارفه هي مغمقه كده ليه. إيه كده يعني، انا لسه مغيره لون المطبخ بس هغيره تاني واعمل لون غامق خالص، لان اللون ده وحش. إيه وقشر معايا ازاي مش عارفه بقى. وبقى اعمل بوتاجاز وبقى حالته حاله. بصوا هنا اهوت. هنشيل بقى الحاجات دي. بسم الله. انا الفراخ نرجعها بقى في مكانها هي والبطاطس، عشان انا عايزه اعمل كوبايه قهوه، عشان حرفيا مصدعه جدا. بصوا. بسم الله. هنجيب بقى الكنكه، وده القهوه معانا هيت. القهوه دي الصراحه يا جماعه بتظبط معايا جدا، يعني بتفوقني كده، بتخليني مصحصح حتى لو انا ميته. هنحط كده القهوه بتاعتنا. بصوا هو معلقتين او معلقتين ونص يعني، بس انا مش بملى المعلقه كتير عشان ما توقعش. تمام. نجيب بقى السكر اهو. بسم الله. السكر ده طبعا زي ما انتوا عارفين، اللي عايز بقى يشرب سادة، اللي عايز يشرب عدبة، بتاع مسكرة زيادة كده اللي انتوا عايزينه. انا هعمل بقى القهوة، ولو عايزين وش بقى القهوة فظيع وعالي كده زي بتاع الكافيهات والقهاوي قولولي وانا اعمل لكم، واقول لكم برضه على السر اللي فيها. بس هي مش حاجة حلوة على فكرة. بس هقول لكم على السر واعمل لكم فيديو بيه واوريه لكم. تمام. عشان لو لقيتوا القهوة في اي مكان بالشكل اللي هتلاقوه في الفيديو الجاي ما تشربوهاش اصلا. لانها مش مفيدة جدا يعني. هما بس عشان شغلهم وكده فلازم يعملوا الفوم والحاجات دي. تمام. وزي ما بقول كل واحد وليه صناعته. دي الصينية اللي انا هعمل فيها البطاطس. بسم الله. نجيب بقى ايه الدهنة اهوت. بص انا بعمل صينية البطاطس بطريقة قسما بالله بتبقى جايبة اخر الشارع ريحتها كده، بتبقى تحفة وطعمها جنان. لو عايزين الطريقة اكتبولي في الكومنتات وهسيبها لكم، انزل لكم الطريقة واعملها لكم كده ايه واوريكم. بصوا جربوها بنفسكم يعني، عشان طبعا الفيديو مش بيبقى باين في الطعم ولا الريحة ولا اي حاجة، بس بجد طعمها بيبقى جامد جدا وبحاجات سهلة خالص. دي السبع بهارات معايا هي. انا بحمصها كده تحمص على النار وبضربها في الكب على طول، او لو مستعجله بقى بضرب على طول. اهو ده القهوه. بسم الله. هي كده نحطها بقى ايه واحنا بنعمل كده، نشرب بقى منها. مش هنقعد طبعا نشربها لان مفيش وقت، عبال يا دوبك الاكل ما يطيب وحضر واعمل وكده، فما فيش قدامي وقت خالص. بسم الله. عايزه اقول لكم ان انا والله العظيم يعني حرفيا تعبانه جدا جدا. انا اطلع كام ورقه روري كده عشان ما عنديش ولا روري ولا حبان ولا الحاجات دي، ونسيتها فعلا. وانا في السوق اصلا انا عندي البهارات كلها موجوده يعني، كمون فلفل والحاجات ديت. تمام. بابريكا وكله، بس نسيت الحبهان ونسيت الورق الروري والقرفه. فيوم الحد ان شاء الله هجيبهم، بيبقى في سوق تاني يعني هنا جنبنا وكده، بيبقى ايه هجيبهم. شكلها هي ريحتها تحفه جدا مع اني ما حمصتهاش على النار. بدات احمص على النار كده يا دوبك بشممها النار واشيلها. بس بصوا بقى بتبقى تحفه جد يعني. بس وهي حصى يا بنات. بصوا التفل دوت مش هرميه، بتاع القهوه مش هنرميه. هقول لكم هنعمل بيه ايه، بتعمل بيه حاجات كتير جدا 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 رهيبه. فاستنوا فيديو اوريكم نعمل بيه ايه. بصوا بقى. على الاكل بتاعنا خلاص اهوت بألف هنا والشفا. عملت لهم رز كده اصفر بسمتي، وعملت مكرونة وعملت صينية الفراخ وعملت البطاطس وخلصت خلاص. مخلل وحلو قوي كده مية مية. هو بقى وهو جاي يجيب بيبسي معاه ولا اي حاجة، ري مكة بتوع بيبسي. يجيب لهم بيبسي وهو جاي مع الاكل، عشان الاكل عايز بعديه يعني حاجة تهضم بقى احسن من الشاي وكده. اهوت الاكل بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، شكله يفتح النفس وانا جعانة. يلا بقى صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكومنتات وقولوا لي ايه رأيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.